عشان اتخلص من الاتب، احول من الوضعيه دي للوضعيه دي، ممكن احتاج وقت قد ايه، وايه التمارين اللي ممكن نعملها عشان نحقق النتيجه دي. التمارين اللي هنقولها في الفيديو هي منوعه ما بين تمارين تقويه واستطاله، وكمان فيها تمارين لشد العمود الفقري. كل اللي محتاجه منك هو الاستمراريه على التمارين دي. اول تمرين، بتنام على بطنك بالشكل ده، تاخد دانك عليك، ايدك جنبك، وبتبدا ان انت تنزل كتافك لتحت، وتبدا ان انت تضم كتافك على بعض للخلف، وتبدا ترفع ايدك للاعلى. ده بيقوي عضلات بين اللوحتين، وده بيساعدنا على التغلب على مشكله دوران الاكتاف. تمرين رقم 2، وده اللي بيحصل فيه شد العمود الفقري، ده بتتعلق بالشكل ده وبتثبت لفتره 10 ثواني، وبتكرر ده 3 ل 4 مرات طبعا بشكل يومي. تمرين رقم 3، وان احنا بنعمل استطاله للعضلات دي بالشكل ده. تيجي عند الكورنر وتاخد ايدك تحطها عند الجبهه، وبعد كده بتبدا ان انت تضغط على كوعك اليمين والشمال، فده بيعمل استطاله لعضلات الصدر، وده برضو بيحسن دوران الكتف. اكتب في التعليقات لو عندك اسئله معينه، ولو عندك استفسار بخصوص حاجه طبيه ممكن تكتبها في التعليقات وانا هجاوبك عليها.